أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا ومعاكم النهاردة مع حلقة جديدة من برنامجنا اللي هنناقش فيها يمكن موضوع مش والموضوع ده أعزائي المشاهدين هو الإسفاف في الأغاني. واللي ما يعرفش يعني إيه إسفاف لأنها تبان كلمة مكلكعة حبتين وبتاعت مثقفين، بنقول له إن المقصود هنا هبوط الأغاني وتدني مستواها، فنلاقي كلماتها عبارة عن ألفاظ خارجة أو مش مفهومة أصلا من كتر ما اللي بيقولها مخارج الحروف عنده ضايعة، أو هي نفسها ملهاش أي معنى، مجرد كلمات مع لحن، واللحن ده بقى نفسه مفيهوش أي إبداع، مجرد نغمة مع طبلة بوم بوم تيش زي أم جاسر كده ما بتعمل ببقها على التيك توك، أو حاليا نظام الدي جي اللي هو مجرد دبدبة إلكترونية. الجهاز ده بيعملها من غير وجود موسيقى حقيقية في الموضوع، خارجة من الآلات الإيقاعية المعروفة زي العود والكمان وغيرها. في الواقع كتير من اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي فاكرين إن الإسفاف ده بدأ في الزمن اللي إحنا عايشين فيه وبس، لكن في الحقيقة الإسفاف في الأغاني في مصر والوطن العربي يعتبر تراث تاريخي يا فندم. أيوة زي ما بقول لك كده بالظبط. في عشرينات القرن الماضي مثلا اللي هو بقى زمن سيد درويش وسلام حجازي وعبد الوهاب، يعني من الآخر الطرب الأصيل، كان في حاجة اسمها فن الخلاعة، وده عبارة عزيزي المشاهد علشان دماغك ما تروحش لبعيد، هو عن أغاني كلماتها خارجة عن حدود الأدب بمعايير الزمن ده. فنلاقي منيرة المهدية اللي هي أكتر المطربات اللي غنت الأغاني دي بتقول لك اخي الستاره اللي فرحنا احسن جيرانك تجرحنا. ايه ده؟ هو ده الخلاعه ما انا بقول لك عزيزي المشاهد بمعايير الزمن ده الاغنيه كانت قمه قله الادب. اصل طالما هينزل الستاره عشان الناس ما تشوفهمش يبقى اكيد هيعمل حاجه مش مظبوطه، امال خايف الناس تشوفه ليه؟ والحقيقه الفن ده سحب ناحيته حتى اصحاب الفن الاصيل، وده لانه زي طبيعه الفن الهابط في كل زمان ومكان بياكل عيش وفلوسه حلوه والناس عايزاه، ومش اي ناس، ده اللي هم لا مؤاخذه من رواد الكباريهات اللي فلوسهم قد كده. والكباريهات اصلا في الوقت ده كانت منتشره في مصر بشكل كبير جدا، وده علشان الاعيان اللي من القرى والاقاليم والانجليز وكمان البشوات الكبار بييجوا يفكوا عن روحهم، ومفيش مانع لو يلعبوا بديلهم فيه برضه. ده حتى كان في شارع في مصر زمان مخصوص للكباريهات والمسارح اسمه شارع عماد الدين، وده من كترها. ومن الفنانين اللي بجد اللي مع الاسف راحوا للفن ده علشان اكل العيش كان الفنان سيد درويش، اللي ما تعرفش بقى كان عليه اقساط ولا ماسكين عليه صور. ونسيب بقى العشرينات ونجري بالزمن شويه للخمسينات، واللي فيها بقى في حاجه اسمها رقابه، ودي جهه بكلمه منها تتذاع الاغاني في الاذاعه وبكلمه لا. ورغم ان الرقابه كانت كبيره جدا بتقييد الابداع بسبب السياسه، الا انها برضه ساهمت في منع الاغاني الخليعه من الوصول للجمهور علشان نحافظ على ذوقه. وده كمان كان مخلي كل الفنانين وقتها تحاسب وهي بتختار الاغاني علشان ما تتمنعش من الرقابه، لان ده لو حصل طبعا هيبقى خراب بيوت، اصلها هتتباع ازاي؟ اسطوانات لا، ومفيش اذاعه ولا برضه حفلات، امال هيغنيها فين طيب؟ في الحمام؟ بس زي ما الرقابه كانت حارس الامين على الذوق العام المصري، كمان كانت بتحس كده ساعات انها بتتلكك. مثلا سنه 1950 قررت الرقابه انها تمنع اذاعه اغنيه يا عوازل فلفلو بتاعت فريد الأطرش، لان الجمله دي شعبيه وبلغتنا دلوقتي مش ستايل ومش كلاس خالص. ونجري بالزمن اكتر واكتر للثمانينات والتسعينات اللي هو كان عزه عدويه، واللي الناس كتيره كانت بتعتبر اغانيه في الوقت ده دليل على هبوط الذوق العام. بدايه بقى من السح الدحم بو والكراشنج اللي دبح كبشه. ايوه الاغاني اللي انت شايفها من التراث المصري الشعبي الاصيل دي كانوا وقتها شايفينها هبوط. لا، وفي التسعينات كمان ظهر مطرب اسمه حمدي باتشان وراح مغني ايه الاسا توكي ده، ايه اللي ماشي توكي ده. طبعا الاغاني من كتر ما تسجيلاتها قليله دلوقتي فاللي بيلاقيها كانه لقى حته اثار، مع انها في فتره التسعينات كانت مغرقه الدنيا بشرايط الفيديو كاسيت بتاعتها. واختراع شرايط الكاسيت نفسه كان يعتبر بدايه الخروج من حدود الرقابه، وده لان كان سهل قوي تسجيل الاغنيه عليها ونشرها، بس برضه الرقابه كانت لسه مسيطره، وكمان بيتم فرض عقوبات على محل الكاسيت اللي بيلاقوه بيبيع شرايط ممنوعه. ولما تيجي بقى لبدايه الالفيه الجديده هتلاقي ان وقتها ابتدت تظهر الفضائيات، وكانت ولا زالت خارج سيطره الدوله اساسا، وده لانها تبث من الاقمار الصناعيه مش من مبنى التلفزيون، فتقدر تذيع اللي هي عايزاه ومحدش يقدر يقول لها بم. وهنا لقى المصريين والعرب سيل من الفيديو كليبات اللي مليانه عري ورقص، يعني تحديدا يا المغنيه عريانه وبترقص يا المغني جايب نسوان عريانين وبيرقصوا. طب الغنوه، اللحن، الكلمات نفسها انسى، صوت مبحوح ولحن مكرر وكلمتين عباره عن سطرين، المغنيه كل شويه عماله تعيد وتزيد فيهم. وطبعا الناس اصلا مش مركزه في اللي بتقوله، الناس مركزه الصراحه مع اللي بتهز في جسمها. وطبعا الجيل اللي حضر نانسي عجرم وهيفاء وهبي في عزهم فاهم كلامي ده كويس. وده بالمناسبه كان مستوى الاغاني العاطفيه. اما الشعبي بقى فحدث ولا حرج، سعد الصغير كان اياميها بيغني للعنب وعماد بعرور بيقلده، قام سعد مغني للحمار وقال له بحبك يا حمار. ساعتها حتى الملحن الكبير الراحل محمد سلطان قال في احد البرامج انه اللي بيسمع اغنيه بحبك يا حمار اكيد متخلف، وقال كمان ان المطربه هيفاء وهبي ما بتغنيش، وفعلا هي بتستعرض اكتر ما بتغني. بس رغم انتقادات الفنانين الكبار لموجه الفيديو كليبات والاغاني الهابطه دي الا انها فضلت مستمره والناس بتسمعها وبتتفرج عليها عادي جدا، وبقى كلامها كمان اكثر تجاوزا واباحيه.
فيجي مثلا مطرب زي هوبا يقول لك وشربت حجرين على الشيشه، فيرد عليه مطرب تاني ويقول له انا شارب سيجاره بني حاسس ان دماغي بتاكلني. والنوع ده من السجاير عزيزي المشاهد ولو ما تعرفوش فالمقصود بيه السجاير اللي مليانه حشيش. الحشيش بقى عيني عينك كده في الاغاني، ومفيش مانع ان السبكي كمان يعمل لشويه المطربين دول فيلم ولا 2 او حتى 10. ما يعني اصل الاغاني الهابطه اكيد هتحب الافلام الهابطه، زي كده ما الجبنه بتحب البطيخ والسمك ما بيحب الميه، وهي ماشيه والكل بيرزق وبيجيب فلوس. ومن بعد سنه 2010 ووقت ما الانترنت بدا ينتشر بصوره سريعه وكبيره جدا في مصر والوطن العربي، وينتشر معاه كمان تطبيقات وبرامج مهمه جدا زي اليوتيوب والفيسبوك، وبعدها بكام سنه كده التيك توك. وهوب بعد ما كنت لازم تشتري شريط او سي دي او حتى تستنى بالساعات علشان القناه الفضائيه تذيع الاغنيه اللي انت حاببها، لا بمنتهى البساطه تبحث وتجيبها من البرامج دي وغيرها كتير من على النت وتحملها عندك وتتفرج عليها زي ما انت عايز وببلاش. والتطور ده ظهر معاه نوع جديد من الاغاني اسمه المهرجانات الشعبيه، واللي بيعتمد برضه على التكنولوجيا في استخدام نغمه او دبدبه من الدي جي. وبكده احنا تقريبا مش محتاجين ملحن، لان بقيه المزيكا لو في اصلا هتيجي تدبدب مع الدي جي وخلاص. طيب طالما ما فيش شرايط هتتباع ولا اسطوانات والاغاني هجيبها ببلاش من على اليوتيوب والنت، اللي بيعملوا الاغاني دي هيستفيدوا ايه او هيكسبوا منين؟ طبعا السؤال ده اكيد من جيل السبعينات او الستينات ومش من جيلنا خالص، لان طبعا عارفين الفوله، وهي ان المطربين دلوقتي بيستفيدوا من عدد المشاهدات لفيديوهاتهم، وكل ما عدد المشاهدين لاغانيهم والمتابعين لقنواتهم تكتر يكسبوا من التطبيقات دي فلوس اكتر واكتر. طيب سؤال ستيناتي وسبعيناتي تاني، والتطبيقات اللي بتتذاع عليها الاغاني دي بتديهم فلوس اصلا ليه؟ قال لك لان المشاهدين والمتابعين اللي بالهبل دول معناها ان التطبيقات دي بتستخدمها عدد كبير من الناس، وده هيحفز اصحاب الاعمال على مستوى العالم انهم يعلنوا عندهم. ولحد هنا الموضوع ممكن يبقى مقبول ويعدي عادي، لكن اللي مش مقبول فعلا هو ان المطربين علشان يجيبوا مشاهدات لاغانيهم وقنواتهم بقى عندهم استعداد يعملوا اي هبل علشان يجذبوا الجمهور، واللي بيركب فيهم الترند ويبقى حاطط زي التارجت كده بينه وبين نفسه انه لا يمكن ينزل منه ابدا، وده علشان تفضل دايما مشاهداته في السماء. وبالتالي مفيش مانع انه يغني اي كلام مش مفهوم او ينطقه بطريقه غبيه جدا كانه طفل بيتعلم الكلام او مبرشم نسي الكلام. اللحن طبعا الدي جي بيلحن لنا، ولو سرقنا اي لحن مش مشكله، اصل انت عايز تلحق بسرعه تذيع وتطلع ترند، والتلحين ده عايز روقان بال. المشكله بقى مش في كل ده، المشكله الحقيقيه ان المشاهدات للاغاني دي وغيرها من الاغاني الهابطه والتعبانه بيعدي الملايين، والملايين دول كمان عارفين ان اللي بيشوفوه ده وبيسمعوه هبل وهطل ولا ليه اي 30 لازمه، وده اللي بيخلي فيديوهات تانية تظهر وتسف عليهم، فاللي بيسفوا برضه بيرزقوا والاغاني الهابطه تتشهر اكتر وتتسمع اكتر والكل بيرزق. طب ليه من الاول ما نهملش الاغاني دي وما نعملهاش قيمه؟ ما تلقاش اجابه. طب ايه اللي بيعجب الناس في الهبد والكلام اللي مش مفهوم ده واللحن اللي كله خبط ورزق؟ ما تلقاش اجابه. كل اللي هتلاقيه حاليا هو ناس بترقص في الافراح وفي حفلات التخرج وفي التكاتك وعلى النت وعلى كلام ملوش معنى ولحن كله خبط ودبدبه ولا عزاء للفن الحقيقي الجميل الهادف. عزيزي المشاهد في نهاية الفيديو بنقول لك ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلك من قناتنا كل جديد، واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. سلام عليكم.